تخيل معايا يا صديقي لو انت عندك شاشة في الحتة دي، والشاشة دي بتظهر كل الافكار وكل الحاجات اللي بتيجي في دماغك. من فترة الفيسبوك حصل فيه عطل فني، والعطل دوت كان بيخلي ان اي حد بيدخل على بروفايل او اي اكونت بتاع اي حد كان بيبعت له طلب صداقه تلقائي. فلو انت كنت داخل تتفرج على صور حد او انت كنت داخله تتفرج على صور حد، فكان بيبعت طلب صداقه تلقائي للناس. وطبعا الفيسبوك اتقلب والسوشيال ميديا اتقلبت بشكل عام، لان كل الناس بقت مفضوحه ان هي بقت بتخش تتفرج على اكونتات بتاعت ناس تانية. تخيل ديت بقت فضيحة. فتخيل معايا بقى تاني كده لو الشاشة ديت موجودة فعلا، انت متخيل اللي هيحصل ايه؟ كل افكار وكل كلام وكل شتيمة وكل حاجة انت بتعملها كانت هتظهر للناس كده ان بابليك في العلن. فانت متخيل اللي كان هيحصل معانا ايه؟ كلنا كنا هنتأذي بسبب الموضوع ده. ليه؟ لان كلنا بنعمل حاجات كتيرة غلط، وكلنا بنغلط، كلنا كمان بنعمل مصايب محدش يعرف عنها حاجة غير واحد بس هو اللي يعرف كل اللي احنا بنعمله، وهو ربنا. فانا عايزك من بعد الفيديو دوت تشكر ربنا على نعمة الستر، قد ايه هو بيستر علينا كل البلاوي السوداء اللي احنا بنعملها. وكمان عايزك تاخد بالك من حاجة، ان كل حاجة انت بتزرعها انت بتحصدها. فانت زرعت شر فانت بتحصد نتيجة الشر ده. بس كده يا سيدي، عايزك تعمل لايك وشير للفيديو ده، ولو انت لسه مش مشترك في القناة تكون بتشترك، ولو انت بتتفرج على الفيسبوك تكون بتعمل متابعة للصفحة.